اهلا بيكم في كوره تاكتكس. وحشتوني. رجعنا تاني بعد فتره غياب طويله بمناسبه شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يكون عيد فطر سعيد عليكم ويتقبل الله صيامكم. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي المصري والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. الاهلي كسب 1-0 في القاهره، ودي نتيجه الى حد ما مش مرضيه لان في جوله تانية في موريتانيا. النهارده هنتكلم على تحليل اداء فريق النادي الاهلي المصري وتحليل اداء الهلال السوداني، وهنشوف هل الاهلي فعلا كان ممكن يكسب اكتر من جول ولا النتيجه عادله والاهلي طلع ب1-0 نتيجه طبيعيه. يلا بينا نشوف الحالات، وعايز حكمكم في الاخر، هل فعلا الاهلي محتاج ان هو يطور اداؤه ولا لا؟ تعالوا الاول نتكلم على تشكيله الفرقتين. الفرقتين لعبوا تقريبا بنفس التشكيل 4-2-3-1. المفاجأة بالنسبة لي ان جراديشار اتوظف ورا وسام ورا راس الحربة، وهو كان بينزل يستلم الكرة كل شوية، وده خلى عندنا القوة الهجومية ضعيفة شوية زي ما هنشرح في الحالات التحليلية اللي هنتكلم عليها كمان شوية. هنا بن شرقي بيستلم الكرة في منطقة نص الملعب. شوف هنا المساحة الفاضية اللي ناحية شمال فريق نادي الهلال، بيجري فيها محمد هاني وبيستغلها. بيلعب له بن شرقي كورة ممتازة بصراحة، وبيجري بن شرقي جوه الصندوق. هنا بن شرقي محاط بأربع لعيبة من نادي الهلال السوداني، بيلعبها له محمد هاني عرضية، بيلعبها بن شرقي براسه بس للأسف في المنطقة اللي واقف فيها حارس المرمى. هنا تحرك ممتاز من إمام عاشور خلف خط نص فريق الهلال السوداني، واللي بيستغل الخطأ الدفاعي من إبويلا بينفرد بالمرمى. هنا إمام كان عنده 3 حلول، يا إما يلعبها ورا لوسام اللي كان ساعتها يبقى فاضي ويحطها جوه الجول، أو يلعبها تشيب باس فوق الجول ودي صعبة جدا هو يعملها، أو يحطها ببطن رجله اليمين جوه الجول على شمال الحارس، بس هو اختار إن هو يلعبها في جسم الجول. وسام تقريبا هيطلع من هدومه في اللقطة دي. هنا اللعبة دي لعبة مركبة وفيها كلام كتير. هنا جراديشار بيستلم كورة من بن شرقي في موقف 4-3، 4 من النادي الأهلي على 3 من نادي الهلال السوداني، وجراديشار عنده فرصة جميلة إن هو يمرر في الجنب اليمين للنادي الأهلي اللي هي الشمال بتاعة الهلال السوداني. شوف هنا تمركز دفاع الهلال السوداني والمساحة الفاضية ناحية الشمال اللي لو جراديشار لعبها بسرعة كانت هتشكل خطورة. نرجع تاني هنا ونشوف هنا إمام بيلعبها لبن شرقي. شوف هنا تحركات راس الحربة، وسام بيخترق قدام، جراديشار بينزل يقطع تحت، والاتنين اتحركوا صح، لكن للأسف في الآخر بن شرقي لعبها غلط خالص. في الكرة دي برضو هنتكلم على الناحية الشمال بتاعة فريق الهلال السوداني. هنا بن شرقي بيلعب كرة حلوة قوي لجراديشار. هنا جراديشار كان ممكن يلعبها لوسام ويكون في وضع انفراد، أو يتقل عليها شوية ويستنى بن شرقي ويلعبها له، لكن للأسف هو قرر إن يلعبها لعبة ملهاش أي لازمة لإمام عاشور ورا. هنا ركنية اتلعبت بسرعة لبن شرقي اللي استغل الجبهة الشمال برضو بتاعت فريق الهلال السوداني واستلم الكرة من هاني. هنا بن شرقي كان قدامه حل ممتاز انه يلعب الكرة جراديشار في المنطقة الفاضية، ولكنه قرر انه يرقص وتتقطع منه. في الكرة دي بقى هجمة مرتدة اتنفذت صح جدا من إمام عاشور في استغلال المساحة الفاضية ناحية الشمال لفريق الهلال السوداني. هنا المفروض عمر كمال كان لما يستلمها يلعبها أرضية لجراديشار في المنطقة الفاضية ورا خط الدفاع، لكن للأسف عمر كمال لعبها عالية على جراديشار اللي ملحقهاش. الهجمة دي بصراحة غريبة جدا، يعني أنا شايف إن هي لو طبقت صح كانت ممكن تبقى هدف مؤكد الأهلي. هنا جراديشار بيستلم الكورة، عمر كمال عبد الواحد فاضي جدا في الجبهة الشمال لفريق الهلال السوداني، بدل ما يلعبها له مرة واحدة يبقى انفراد لعبها لإمام عاشور. إمام هنا بيلعبها لبن شرقي. شوفوا برضو عمر كمال عبد الواحد فاضي في الجبهة الشمال اللي لو اتلعبت له من مرة واحدة كان يبقى انفراد، لكن بن شرقي برضو يقرر إن هو يرقص. تاني عمر كمال كان فاضي هنا، يعني لو بن شرقي كان لعبها له بالعرض كان قدر يحطها في الجول، بس بن شرقي قرر ان هو يزود في الترقيص. بص هنا في اللعبة دي هتلاقي في 7 لعيبة من الهلال السوداني في منطقة الدفاع، معاهم 4 لعيبة بس من النادي الأهلي. رغم كده إمام عاشور كان في موقف كويس قوي ومش مراقب، كان ممكن ان هو يستلم الكرة ويروح هجمة خطرة على فريق الهلال السوداني.
دي برضو كرة غريبة جدا. بن شرقي بيستلم الكرة، عنده حلين، يا اما يلعبها لعمر كمال عبد الواحد اللي في موقف احسن، او يلعبها لجراديشار اللي كان ممكن يحطها في الجول، بس هو قرر ان هو يشوط. هنا في الكرة دي رامي ربيعة كان عنده رؤية كويسة قوي، قدر ان هو يلعبها لعطية الله ورا خط دفاع فريق الهلال، لكن للاسف عطية الله استلمها وحش. كان ممكن يلعبها مرة واحدة لإمام اللي جاي مندفع اللي كان يقدر يحطها في الجول، بس للاسف استلامه كان وحش جدا. هنتكلم هنا عن الشكل الدفاعي للنادي الاهلي. شوف هنا ضغط الاهلي ممتاز، كل لاعب ماسك لاعب، وهتلاقي في خط النص مروان عطية واقف بحيث ان اي حد من فريق الهلال يهرب من الضغط هو يقابله في خط نص الدفاع بتاع النادي الاهلي. هنا لعيبة الاهلي قدرت ان هي تنفذ الضغط العالي بشكل ممتاز. شوف هنا لعيبة الهلال لما بتستلم الكورة بيكون عليها ضغط من النادي الاهلي، فما بيقدرش يلعب الكورة بأريحية وبتضيع منه. انا جايب الحالة دي عشان اوضح اسلوب دفاع النادي الاهلي لما بيفقد الكرة، بيلعب 4-4-2. خلي بالك ان فريق الهلال واخد لعيبه الاهلي شويه ناحيه الشمال عشان يفضي مكان ناحيه اليمين. هنا من الفرصه اللي اتلعبت قبل كده وضاعت من النادي الاهلي، جيرو موجيشا قدر ان هو يستلم الكره المرتده من الدفاع. هنا طبعا غلطه محمد هاني، اولا في انه يعمل باص صح، ثانيا انه في المواجهه الثنائيه 1-1 ما كانش ذكي، وقدر اللاعب رقم 7 جيرو موجيشا انه يلعبها عرضيه خطيره بس بيتصدر ليها الشناوي. زي ما اتكلمنا من شويه، الشكل الدفاعي للنادي الاهلي لما يكون مش معاه الكوره هو 4-4-2 بتمركز دفاعي ممتاز من الدفاع. شوف برضو هنا لعيبه الاهلي ازاي بتضغط على لعيبه الهلال السوداني، فبيحاولوا لعيبه الهلال السوداني ان هم يهربوا بالكوره، ولكن هنا كان في ضغط عشوائي من مروان عطيه وعطيه الله اللي ما بينهم فراغ وجاب، كان ممكن يسبب خطوره على النادي الاهلي لو كان لعيب الهلال لعبها له ورا عطيه الله. هنا الخطأ الدفاعي ده اتكرر كتير في ماتشات الاهلي واللي شرحتها في ماتشات قبل كده. بيكون في مساحه ما بين خط النص وخط الدفاع لما بنطلع بالكوره. المساحه الكبيره دي بتخلي مروان عطيه يعمل سبرنت قوي قوي عشان يرجع يقابل لاعب الهلال اللي بيشوطها على المرمى وبيسبب خطوره على النادي الاهلي. الكره دي من اخطر الكور على النادي الاهلي. هنا في الكره الثابته شوف تحرك رامي ربيعه، تحرك كارثي. رامي ساب اللاعب المفروض ان هو ماسكه المان بتاعه وراح مسك لاعب تاني كان ماسكه اشرف داري، فاللاعب بقى فاضي. لما ارتدت له الكوره بقى هو والجول انفراد، وحظنا ان هو شاطها فوق الجول. احنا هنا هنتكلم على الشكل الدفاعي لفريق الهلال السوداني لما بيفقدوا الكوره. لما بيفقدوا الكوره بيتحول الشكل ل 5-3-2 شكل دفاعي، وساعات بتتحول ل 4-4-2 دفاعيا. هنا برضو عند فقد الكرة هنشوف هنا لما بيتحول 4-4-2. بس فريق الهلال لما بيلعب 4-4-2 بيكون عندهم مساحات في الجناب ان الاهلي كان يستغلها ويلعب كرات عرضية جوه منطقة الجزاء لجراديشار. الحالة دي برضو انا جايبها عشان اوضح ازاي فريق الهلال السوداني لما بيفقد الكرة بيتحول للاسلوب الدفاعي 5-3-2. بس فريق الهلال عنده مشكله في تطبيقها، ان بيكون في فراغ ما بين خط النص وخط الدفاع اللي الاهلي المفروض يستغلها بان هو يلعب ما بين الخطوط. هنا هنتكلم على هدف النادي الاهلي الوحيد. هنا محمد هاني بيلعب الكرة لجراديشار اللي واقف لوحده جدا ناحيه الشمال لفريق الهلال السوداني اللي بيلعبها لاشرف بن شرقي. هنا موقف 5-4، 5 من فريق الهلال السوداني على 4 من لعيبه النادي الاهلي. بيلعبها بن شرقي عرضيه لوسام، لكن لما بتترد بتلاقي محمد هاني اللي بيلعبها نموذجيه من لمسه واحده جوه الجول. الله عليك يا ابني. وبعد ما حللنا اداء الفريقين النادي الاهلي المصري والهلال السوداني، يا ترى النادي الاهلي في موريتانيا هيقدر يعوض ويكسب ولا لا؟ عايز اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وسبسكرايب. اشوفكم في حلقه تانية من كورة تاكتكس. سلام.